أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أم. النهاردة هنعمل محشي ورق العنب. محشي ورق العنب من الأكلات اللذيذة جدا بس متعبة شوية في عمايلها، تاخد وقت، بس ممكن ننظم الشغل بحيث ما نتعبش. أنا عملت قبل كده فيديو وضحت فيه طريقة عمل خلطة المحشي. لو عايزين خلطة المحشي اضغطوا على الرابط اللي هيظهر قدامكم. انا بجيب ورق عنب اخضر، لو مش متوفر ممكن نجيب ورق عنب المعبأ في برطمانات وبس ننقعه كويس قوي كذا مرة ونغير ميته. ورق العنب الاخضر انا مش بفكه، انا بغسله كويس قوي، واثناء الغسيل يعني بخلي المية تدخل كويس قوي بين الورق، بنضفه كويس قوي قوي. وما بفكوش عشان يسهل عليا ترتيبه لما اجي قبل ما اجي احشي. بحط في المية اللي بسلقه فيها نص معلقة ملح ومعلقة ليمون تقريبا. بحط ورق العنب كل ربطة بنزلها مع بعضها، بتقعد تقريبا 30 ثانية على كل ناحية. يا دوب بيتغير لونها بس وبشيلها على طول، ان انا مش عايزة ورق العنب يتهري، يعني عايزاه يبقى متماسك عشان يستوي مع الرز وانا بسويه، لان انا ما بسويش رز المحشي، بسويه مع الحاجة اللي انا بحشيه بيها. خلاص دلوقتي الورق كله اتسلق، دول حوالي نص كيلو. بقطع العنق بتاعت ورق العنب بمقص، ممكن بسكينة او بايدينا، وبرصهم عشان يسهل عليا وانا بحشي. برتبهم بحيث يبقى الجانب الناحية الناعمة تبقى تحت والناحية الخشنة تبقى فوق. في يعني في بلاد تانية بيحبوا يخلوا الناحية الخشنة برا شوية. بنرص في قعر الحلة اللي بنشتغل فيها، بحط شوية عنق، دي بتدي طعم لاذع حلو. في ناس تانيين بيحبوا يعصروا ليمون على ورق العنب، بحط كمان كزبرة وشبت بيدوا ريحة حلوة للمحشي، وبرص عليه بصل. البصل ده انا تبلته بملح وفلفل اسود. منها بيدي طعم كويس ومنها بيحمي المحشي عشان ما يلزقش او يتحرق. ممكن نفرد ورق العنب على ترابيزة نظيفة او على طبق. بنبتدي نحط الحشو وبنلف بإحكام، بنقفل على الرز كويس من اليمين والشمال وبنلفه زي ما انتوا شايفين، الناحية الناعمة لتحت والخشنة لفوق. الأول بقفل الجنبين اللي تحت وبعدين بضغط عليه شوية، ما ضغطش قوي قوي عشان ما يبقاش مكبوس وما يستويش. بلفها كلها بحيث واخلي بالي ما يبقاش فيه اي رز على المحشي من بره، عشان الحلة ما تبقى يعني ما يبقاش فيها رز كده منطر. بلف كويس قوي قوي، وبعدين لو عندي ورقة كبيرة او لو انتوا حابين تعملوه حجمه صغير ممكن تقطعوا الورقة نصين او اكتر، بس اهم حاجة انكم تلفوها باحكام تبقى مقفولة كويس. بتختاروا يعني انتوا بتختاروا حجم الورق زي ما انتوا عايزين، بس لو مفيش يعني ما لقيتوش غير الكبير ممكن تقصقصوه. انا بحب اعمل محشي على ايدي، ده بيبقى اسرع بالنسبة لي، بس طبعا انتوا حرين تعملوه على ايديكم وتعملوه على طبق براحتكم. بنحاول زي ما قلت لكم ما نحطش كمية كبيرة، يعني حوالي نص معلقة كبيرة كده في كل واحدة لو حجمها متوسط زي اللي انا عاملاه. ونراعي ان احنا ما نضغطوش قوي عشان ندي مجال للرز عشان يستوي. بعد كل صف بضغطه كويس قوي عشان لما اجي اقلب الحلة ما تتفكش معايا. بعد ما خلاص خلصنا كل الصفوف بعمله طبقات كده على شكل دواير. بعد كده بسقيه ممكن بشوربة لحمة او فراخ او ممكن بعصير طماطم
او بشوربة مكعبات. لما بسقيه بحاول اخلي المرقة تبقى تحت المحشي بحوالي 2 سنتي. بغطيه. قبل ما بغطيه المفروض اني احط ايه فلفلاية. الفلفلاية دي ليه؟ اولا بتديله ريحة حلوة، وبعدين عشان اعرف ان هو استوى منها، عشان ما فتحش ورق العنب وهو على النار وابوظ الرصة. فلما الفلفلاية بتستوي كويس اعرف ان المحشي استوى. بنرفعه بعد كده على نار عالية لحد ما يغلي كويس قوي ويبتدي المية بتاعته تقل سنة. بوطي النار على الآخر وبسيبه يستوي. بياخد معايا من 25 ل 30 دقيقة. ده أنا سيبته نص ساعة. شوفوا الفلفل أهو استوى خالص وبقى طري جدا. بنقلب بقى الحلة وإن شاء الله تطلع كويسة. بنحاول نخبط كده على قعر الحلة بحاجة، وبنرفعها بشويش. بسم الله. أو معلش، حتى لو واحدة ولا اتنين وقعوا منك ممكن ترجعيهم تاني. طبعا بنشيل من على وشه العنق بتاعت ورق العنب والبصل. وزي ما قلت لكم لو عايزين خلطة المحشي ممكن هتلاقوها، انا عاملاها في فيديو قبل كده. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتركوا في قناتي عشان يوصلكم وصفة جديدة كل يوم. واشوفكم بكرة في وصفة جديدة. باي.